فيديو النهارده هنناقش فيه ليه عندك قيمه عاليه وليه لغايه دلوقتي مش عارف تبيعها باسعار تستحق القيمه اللي انت بتقدمها في الماركت لغايه دلوقتي. وهقول لك على 4 كونسبتس مهمين جدا عشان تعرف تبيع البروجرامز بتاعتك والسيستمز بتاعتك باسعار تتماشى مع قيمتها الحقيقيه. كل ده لو انت مدرب مقدم كورسات او مقدم خدمات او حد عايز يتعلم ازاي يسوق لنفسه. اهلا بيك في القناه بتاعتي. انا اسمي عبد الله اشرف، مهندس معماري وماركتنج وسيلز كوتش لاكثر من 8 سنين، وهدفي ان انا اساعد مدربين ومقدمين الكورسات على انهم يحققوا تدفق عملاء مستمر من خلال السيستمز والبروجرامز والكونتنت اللي احنا بنقدمه دلوقتي ليك عشان نساعدك توصل للاهداف اللي انت عايزها. فلو انت اول مره تشوفني ما تنساش تعمل سبسكرايب للفيديو، ولو انت متابعنا من زمان ولسه راجع فويلكم باك تو ماي شانل. اتس بين ا بليجر. دلوقتي خلينا نبدا الفيديو بتاعنا. اكيد جه على بالك سؤال، ليه في ناس اقل مني في الخبره ومع ذلك بيبيعوا الخدمات اللي بيقدموها والبروجرامز اللي بيقدموها باسعار عاليه جدا؟ الفكره انك حاسس ومتاكد ان هم مش اشطر ولا احسن منك باي شكل من الاشكال. اللي جاي اقول لك النهارده ان اللعبه مش مين احسن من مين. الشاطر واللي بيكسب في اللعبه دي هو الشخص اللي بيعرف يتكلم في الكونتنت بتاعه والماركتنج مسج بتاعته للعميل بلغه العميل، مش باللغه اللي هو الوحيد اللي فاهمها. يعني خليني اوضح لك الفكره. بدل ما تقدم قيمه حقيقيه انت الوحيد اللي فاهمها، حاول تتكلم بالقيمه اللي العميل بتاعك فاهمها، وهتفهم تفسير الجمله دي كويس جدا لما تكمل الفيديو للاخر. خلينا اديك مثال بسيط من الشغل اللي احنا بنعمله مع العملاء بتوعنا. معظم عملائنا من المدربين ومقدمين الكورسات لما بيدخلوا معانا في البروجرام بتاعنا بيبقوا لسه بيعانوا من المشكله دي او بيغلطوا والغلط ده كتير جدا هم مش واخدين بالهم. الشكوى بتيجي كالاتي: انا مدرب بنزل محتوى، عندي قيمه حقيقيه، عندي برنامج تدريبي قوي بيقدم قيمه قويه للعميل بتاعي، بعرف اجيب نتائج كويسه للعملاء بتوعي، انا نفسي شخص خبير واخدت شهادات كتير جدا وشاطر جدا في اللي انا بقدمه، بس مع ذلك بشوف ناس موجودين في الماركت بيقدموا قيمه اقل مني وبيبيعوا باسعار اعلى مني بكتير، والناس فاكره ان هم اللي معاهم الحل والناس بتدفع لهم عادي. اشمعنى انا؟ الفكره بنسبه كبيره في حاجه اسمها الماركتنج مسج، وبرضه هتفهم الموضوع ده كويس اول لما نكمل الفيديو الاخر. المهم خلينا اديك مثال قوي لحد داخلنا بنفس الفكره دي واحنا ساعدناه بالفعل يوصل لنتائج احسن من اللي هو كان داخل عشان. خلينا نقول ان انا مدرب تغذيه دلوقتي. ايه الرساله التسويقيه اللي هنزل بيها في الماركت بتاعي عشان اتاكد ان العميل بتاعي هيجيب نتيجه؟ خليني اديك مثال. هساعدك توصل لحاله توازن غذائي وتناغم داخلي بين الجسم والذهن، وبنفك اي بروجرامنج سلبي ما بينك وبين الاكل. ايه رايك في حاجه زي كده؟ هل انت حاسس انك فعلا مسكت فاليو حقيقيه من الحاجه اللي المدرب ده بيقولها؟ المدرب في ذهنه وهو بيقول لك الجمله دي هو فاكر ان هو بياد فاليو مختلفه وبيقول كلام مختلف مش موجود عند حد تاني، لكن في الواقع اللي انت بتعمله انك بتفلو عكس التيار بتاع الماركت. الماركت اصلا مش فاهم انت بتقول ايه، فانت بتكلم نفسك بقيمه انت فعلا عارف ان هي قويه وانت الوحيد اللي فاهمها، لكن العميل مش فاهم ده. الجمهور بتاع المدرب ده بيدور عليه. هو غالبا بيقول لنفسه انا كل مره بلتزم بدايت معين بخربه بعدها بيومين، او غالبا الجمهور ده بيقول لنفسه نفسي اخد قرار وابدا اكل اكل صحي بس انا مش عارف التزم مع الاكل الصحي. كل يوم بلاقي نفسي اخر الليل باكل بشكل جامد جدا وانا اصلا مش جعان. شايف الماركت فعلا بيفكر في ايه؟ هو مش بيفكر في ولا اي حاجه من اللي انت بتقولها. لو انت بتقول تناغم داخلي وفك البرمجه القديمه ما بينك وبين على الرغم ان ده كلام علمي وصحيح وانا مؤمن بيه جدا، بس العميل مش فاهم ده. لو انا حاولت اقول كلام اقنع العميل بكلام هو مش فاهمه ولا فاهم قيمته، مش هيسمع. ده كانك واقف في الغرفه دي فيها 10 اشخاص وانت بتتكلم ومحدش سامع. انت فعلا بتتكلم هم مش سامعين. تعال نحول كلمه تناغم بين الجسم والذهن عشان نوصل لاكل مش عارف ايه لجمله هساعدك تلتزم بنظام اكل بسيط من غير ما تحس انك محروم، حتى لو كل مره كنت بتبدا بتفقد الالتزام بعدها بيومين. سمبل، سوبر سمبل. العميل في المسج التاني هيحس ان في قيمه اضافت له فعلا، هيحس ان هو فاهم انت بتقول ايه. لكن انت لما تتكلم وتقول كلام مصطلحات عميقه العميل مش فاهمها، مش هيحس بالقيمه اللي هو بياخدها منك. فلازم يكون في التقاء للوعي، التقاء لوعيك انت كمدرب والتقاء لوعي العميل بتاعك للحاجه اللي انت بتحاول تشرحها. في فرق كبير جدا ما بين انك تتكلم بلغه العميل بتاعك اللي فعلا حاسس بالالم ولغه الخبراء بتاعتك اللي انت بتتكلم بيها انت وزمايلك الخبراء. دلوقتي الوقت اللي هشرح لك فيه الاربعه كونسبتس اللي احنا هنتكلم عنهم. الكونسبت الاول، الريل فاليو. الفاليو الحقيقيه لا تساوي البرسيفد فاليو. اغلب المدربين بيقعوا في الفخ ده، بيقيموا شغلهم من جوه وبيصعروه على انه واضح للناس بنفس القوه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا بقيم شغلي وانا الوحيد اللي شايفه مش العميل اللي شايفه. بقيم شغلي وانا عارف ان كل واحد كان الناس بتقول لك القرد في عين امه غزال، فانت الحاجه اللي انت بتعملها كده كده هتبقى احسن حاجه في الدنيا، وممكن تبقى فعلا قويه جدا بس انت بتشرحها بطريقه العميل مش فاهمها، فالعميل مش حاسس قد ايه انت فاهم. فبالتالي هيبص على الحاجه البرسيفد فاليو، القيمه المدركه من الحاجه اللي انت بتقدمها بالنسبه له قليله جدا، فمش هيستمع ليك وبالتالي لا هيشتري منك ولا هيصدقك ولا يحس انك حد فاهم اصلا. وخليني اقول لك الحقيقه، الريل فاليو والقيمه الحقيقيه اللي انت بتقدمها مش كفايه. اللي هيميزك عن بقيه المنافسين بتوعك في السوق هو ازاي العميل شايف القيمه دي. ممكن تكون فاكر انك بتغير حياه الناس بجد، بس العميل شايف ان انت بتقول كلام عام. وده لما بيحصل بيبقى اولا مفيش وضوح في الرساله بتاعتك، وثانيا مفيش ترجمه للمفاهيم العميقه اللي انت لوحدك فاهمها للغه اليوميه بتاعه العميل. الناس ما بتشتريش منك لانك بتقدم قيمه حقيقيه، الناس بتشتري منك لما تكون القيمه بتاعتك واضحه
وسهله وقابله للفهم. فسؤال مهم جدا محتاج تساله لنفسك النهارده، هل العميل اللي بيشوف الاوفر بتاعك دلوقتي او الحاجات اللي انت بتقدمها فاهم فعلا انك بتحل مشكله عنده، ولا شايفك مجرد واحد بيحاول يقول كلام عميق ومهم وجامد وخلاص؟ وده هيجيبنا لتاني كونسبت، البوزيشننج تراينجل، مثلث التموقع او مثلث التموضع. لو ماركتنج مسج بتاعتك مش واضحه فغالبا البوزيشننج بتاعك برضه مش واضح، انك مش عارف انت بتكلم مين وبتساعده في ايه يحل ايه. البوزيشننج تراينجل ده احنا بنستخدمه مع العملاء بتوعنا بشكل مستمر عشان نعرف كويس قوي مين العميل اللي بيساعده يحل ايه، وايه المشاكل اللي العميل ده بيعاني منها. البوزيشننج تراينجل ده عباره عن 3 اسئله. السؤال الاول، مين العميل المثالي بتاعك بدقه شديده؟ السؤال الثاني، ايه المشكله اللي العميل ده بيواجهها دلوقتي؟ خليك محدد جدا في تحديد المشكله دي. السؤال الثالث، ايه النتيجه اللي انت هتوصلها للعميل ده؟ وعايزك تكون دقيق جدا في الاجابه بتاعه النتيجه، وتختار نتيجه ملموسه العميل يقدر يحسها ويشوفها ويشتهيها. فلو انت ما عرفتش تجاوب على البوزيشننج تراينجل بدقه شديده في جمله واحده، فكل مجهودك في التسويق هيبقى كانك عمال تزعق في مكان مفيش حد بيسمعك فيه. خليني اديك مثال قوي، فصص المثال ده واحده واحده. انا بساعد الامهات اللي عندهم اولاد عنيدين. خلي بالك ده اجابه على اول سؤال في البوزيشننج تراينجل، مين العميل المثالي بتاعي بدقه شديده؟ الامهات اللي عندهم اطفال عنيدين، انهم يتخلصوا من الخناق اليومي. ده اجابه على ثاني سؤال في البوزيشننج تراينجل، ايه المشكله اللي انا بساعد عميلي يحلها؟ الامهات اللي عندهم اطفال عنيدين بيعانوا من الخناق اليومي. طب بساعدهم عشان يحلوا ايه النتيجه اللي الناس دي بتوصل لها؟ انهم يبنوا علاقه حب واحترام من غير ضرب او تهديد. الجمله دي فيها وضوح وفيها هدف، فيها تحفيز طبيعي للسؤال من وجهه نظر العميل، ازاي هتساعدني احقق ده؟ فلازم تكون الرساله التسويقيه بتاعتك او البوزيشننج تراينجل بتاعك مظبوط بالظبط عشان تعرف انت بتساعد مين كويس، والعميل يفهم القيمه اللي انت بتقدمها عامله ازاي وانت بتسوي. كونسبت رقم 3، العميل مش بيشتري وقتك، العميل بيشتري نتيجه. واحده من اخطر الجمل اللي بتخرب عليك التسعير بتاعك. انا ببيع الجلسه بتاعتي ب $50، ببيع الجلسه بتاعتي ب 300 جنيه، ببيع الجلسه بتاعتي ب 50 ريال، ب 100 ريال، ايا كان العمله، بس ستيل الجلسه بيبقى ليها سعر قليل في مقابل القيمه اللي انت بتقدمها. فدي اكتر جمله انت بتخرب بيها التسعير بتاعك. طب ليه؟ لانك بتخلي العميل يقارن وقتك بالفلوس اللي هو هيدفعها في المقابل، مش بيقارن نتيجه الجلسه، مش بيقارن نتيجه شغلك بالقيمه اللي هيحصل عليها في مقابل الفلوس اللي هيدفعها لك في الجلسه. العميل مش بيقول لنفسه ايه ده، هو انا هقعد معاه ساعه؟ لا، العميل بيسال نفسه ضمنيا، هل الساعه دي فعلا هتغير لي حاجه؟ فلو انت ستيل بتبيع وقت، الناس هتفاصل معاك، هيحصل لك زي ما حصل مع بعض المدربين في السوق. اعتقد المدربين بتوع اللايف كوتشنج تحديدا حصل لهم هذا الموقف، جالهم حد خلاص على وشك الانتحار، لقى انه مش عايز يدفع في الجلسه او بيحاول يفاصل معاه في الجلسه وهو على وشك الانتحار. طب انا هساعدك تبعد عن الانتحار، مش عايز تدفع وات ايفر 300 400 ان كان الرقم اللي هتدفعه في مقابل الجلسه بتاعتي، ده انت هتنتحر، ده حياتك هتروح. فلا، ما ينفعش تبقى 150. هيومن سايكولوجي، العميل مش متخيل ايه اللي هيحصل في الجلسه في الساعه دي عشان يوصل للنتيجه اللي انت عايز توصلها له فعلا. لكن انت الوحيد اللي فاهم قيمه الجلسه، وانت الوحيد اللي هتعرف توجهه لده. مفيش عيب طبعا، مفيش اي عيب ولا ادنى غلط انك تبيع جلسه، بس الغلط انك تسعر الجلسه دي في مقابل وقت. فانت لو بتبيع وقت ارجع اقول لك الناس هتفاصل، لكن لو بتبيع اوتكم، لو بتبيع قيمه، الناس هتدفع على طول، هتقول لك امتى ابدا معاك. بدل ما تقول انا هقدم لك جلسه تحرر من المشاعر وسعر الجلسه دي مثلا وليكن 200 ريال 400 جنيه ايا كان الرقم، قول انا هساعدك توقف الانهيار اللي بيحصل لك كل ما تحس بتوتر. وكل ده هقدمه لك في خلال خطه متكون من 3 مراحل، والثلاث مراحل دول بنتعلمهم في بروجرام مدته 6 اسابيع. فلما تدخل معايا البروجرام هخش معاك في 3 مراحل دول عشان تبعد عن اي انهيار بيحصل لك لما توتر، يبقى عندك ستريس توليرنس عالي، تقدر تتحمل اي نوع من انواع التوتر من غير ما تنهار نهائيا. حسيت بالفرق؟ واحد بيحاول يربط القيمه بتاعته بزمن، والتاني بيربط القيمه بتاعته بالنتيجه اللي العميل نفسه يوصل لها، بالنتيجه اللي العميل بيحلم بيها. رابع واخر كونسبت معانا النهارده، السوق مش ضدك، هو بس مش سامعك. اكتر جمله محبطه بسمعها من المدربين جمله السوق صعب، الناس مش بقتش تشتري زي الاول، والمنافسه بقت عاليه. خليني اقول لك الواقع المؤلم، السوق ممكن يكون صعب فعلا، بس الناس فعليا بتشتري، هي ما بتشتريش منك انت. يا عبد الله انت ليه بتقول لي كده؟ خليني اقول لك، الناس مش بتشتري منك لانك مش بتكلمهم باللغه اللي هم بيفهموها. ممكن تكون بتقدم اعظم محتوى، بس لو انت المايك بتاعك مش شغال وانت بتصور الفيديو، مين هيسمعك؟ ولو شغال بس صوتك مش واضح، مين هيصدقك؟ مين هيصدق الكلام اللي انت بتقوله؟ فلازم من دلوقتي خد قرار انك تتكلم بلغه العميل بتاعك يفهمها. يعني مش بتكلم بلغه بمعنى اصطلاحي، يعني اكيد انت العميل بتاعك عربي هتتكلم عربي، العميل بتاعك انجليزي هتتكلم انجليزي. مش ده القصه، انا بكلمك بلغه يعني العميل يفهم قيمه الحاجه اللي انت بتقدمها، مش زي ما انت شايفها كخبير، لكن زي ما هو شايفها كقيمه مدركه. يعني يقدر يدرك فعلا قيمه الحاجه اللي انت بتقدمها من القيمه اللي انت بتقولها فعليا، مش القيمه اللي انت فاكرها عن الحاجه اللي انت بتقدمها. اتمنى اكون الرساله وصلت. لو انت وصلت معايا لغايه النقطه دي في الفيديو، فانا عندي ليك خبر مهم جدا. لو انت مدرب او مقدم خدمات او صانع محتوى، بتحاول تقدم محتوى وقيمه حقيقيه للعملاء بتوعك في الماركتنج بتاعك، وفعلا بتقدم برامج تدريبيه قويه او خدمات قويه، وحاسس انك مش بتديها حقها بالتسعير اللي انت بتسعرها بيها دلوقتي، مش عارف توصل لناس مهتمه، ومش عارف ايه الماركتنج استراتيجيز اللي لازم تكون بتتبعها عشان توصل عميلك انه ياخد معاك الخطوه. عملت لك تدريب مجاني بشرح لك فيه
3 حاجات. اولا، ايه السيستم اللي يساعدك تحصل على تدفق عملاء مستمر شهريا؟ ازاي تبيع برامجك التدريبيه لاكثر نوعيه من العملاء الجادين واللي عندهم استعداد للاستثمار في برامجك التدريبيه؟ رقم 2، ازاي تنظم وقتك انك تقدر تستقبل اكبر عدد ممكن من العملاء من غير ما تحرق نفسك في المجهود؟ رقم 3، ازاي تعيد بناء وهيكله برامجك التدريبيه بحيث تقدر تبيعها بسعر اعلى لنوعيه عملاء اكثر استعدادا للاستثمار فيها. هسيب لك لينك التدريب المجاني تحت الفيديو هنا. اتفرج على الفيديو دلوقتي من اللينك اللي تحت الفيديو، وعايزك تشوف الفرق بين مدرب بيحاول يقدم قيمه ومدرب تاني عارف يبيعها.